بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا حيثما كنتم وحيثما وجدتم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نتمنى تكونوا جميعا بخير. كما راكم تشوفوا جبت لكم دايما مع وصفات البطاطا ما تخطيش أي منزل، وقراتها بطاطا بلا دجاج بلا لحم غير في المقلة، من أروع ما يكون، بنين روعة صحي، يوالم العشاء يوالم الغداء، تقدروا تديوه معاكم يعني من أروع ما يكون. في مقلة كبيرة نديروا 50 غرام من الزبدة و3 ملاعق ولا 4 من الزيت. تسمى هذا واش نحتاجو باه كيما نقولوا نكشو نقليو هذا البطاطا وحنا حين نحمصوها برك. كمية من البطاطا على حسب أفراد العائلة، 2 بطاط ياغورت وكمية من الفرماج، 2 ملاعق كبار يعني. من بعد نحتاجهم وكاس من الحليب. في البدايه نحكموا البطاطا تاعنا نقطعوها كما نكونوا رايحين نقطعوها تتقلى براج براج، ومن بعد نحكموا هذوك البراج نقصوهم. هنا لازم نديروها دي بتي ديركيك، ما يكونوش خشان بزاف. تسمى البطاطا هنا لازم نقطعوها مربعات رقيقه كما راكم تشوفوا في الصوره، وما نديروا لها لا ملح في المرحله هذه لا والو. بعد ما يغلي لي الزيت هذاك والزبده في المقله، شوفوا من احسن قلت لكم دائما تكون لكم مقله تاعتي فيها تكون كبيره، تخليوها سبيسيال لهاد اللي قراتها هذو. ما تلصقش ودير لكم يعني تساعدكم بزاف بزاف في المطبخ. صح التفال هذو غاليين شوي في الثمن، مي كي تشريوهم تستحفظوا بهم غير لهذه الوصفات راح تحكم لكم مده كبيره يعني. نحكموا النار قويه كما راكم تشوفوا، ما نقصولهاش. نحكموا الماء في البدايه، نغلفوا هذيك البطاطا كامل، نقوموا بعمليه التحريك هذه عده مرات يعني. دوك تشوفوا ما حبيتش نقطع لكم الفيديو باه نعطيكم الوصفه. اهميه الوصفه هي المراحل الاولى هذه لازم تتبعوهم، راح تجيكم بطاطا هايله. ما تستعملوا كوكوت، ما تستعملوا فور، طيبه روعه عائليه بنينه تتكل وحدها بلا خبز، بنينه خاصة لأصحاب الريشيم يعني. خفيفة للعشاء، ما تعطش ما تشربش يعني، ما تثقلش، ما خفيفة كشو البيري وخير من البيري 1000 مرة. شوفوا هنا المرحلة هذه غلفتها كامل بالزيت، نخليها واحد 2 دقايق ولا هكذا ونولي ليها نزيد نحركها. دوك يعني شوفوا تبعوا النار هنا راهي في البداية قوية حتى كيما نقولوا يدخلها طيب 60%، حتى تدي لي واحد القشره الصفراء هذه كيما تتقلى لنا البطاطا. ثم نبداو مرحله اخرى من الوصفه هذه. هنايا نديروا هكذا نستفوها النار قويه، نعطيها حقها يعني في الطياب في كل طبقه. نجي نعاود نقلبها نعطيها 2 دقائق، نجي نعاود نقلبها نعطيها 2 دقائق، نلقاو كيما نقولوا البطاطا تاعنا تحمرت كمان، دات اللون الذهبي هذاك. كل حبة دات نصيبها من اللون الذهبي. نتمو كسيت كالمرحلة الثانية. دوك نشوفوها كيفاه. هنايا يعني هاد الوصفات هذه سهله على الدجاج للحم، زغبه فرماج باكوباط ياغورت تجي تهبل خاصه اللي عشاق البنه اللي يحبوا الحاجه بنينه. هذه بنينه روعه روعه. تيفيتي وشو القوليان في هذا السخانات نقصوا شوي القوليان هذه، ومام هذه تسمى راح تتحمص لنا نحكشو نحمصوها في الزيت والزبده تجي بنينه روعه. والحاجه المليحه فيها تقعد كيما راهي ما من بعد الطيب. شوفوا النار كي راهي قويه، ما من بعد الطيب مش حتتمعس يعني وتلصق في بعضها، راح تقعد مفصوله حبه على حبه. والسر تاع هذاك الانفصال هو هذا الطريقه هذه كي نعودو نخدمو. شوفوا كيف رايت نحركوها تما نعطيو كل حبه نعطيوها نصيبها من الطياب. كل مره نجيبو ندورو ودوري المقله ندوروها على كيما نعرفوا هاي في النص. دوك ساعه عندها على الجنب الاخر، ساعه نحركوها يعني ما نخليوهاش في مكان واحد. وميم طون رانا نحركو به. قلت لكم البطاطا نوزعوا لها درجه الحراره اللي تحتاجها في الطياب. هنا ما نديروا لا ملح ما نقصوا الغاز. ساعه قلت لكم هكذا كي يبدا يدخلها طياب غطي عليها واحد 2 دقائق ثاني وروح يقلبها بهذاك الفار اللي يجي طالع يعاوني في الطياب لداخل وما نحرقوهاش. هنا كنت تقوي لها الغاز وتخليها وحدها حتى تحرق لكم وما تعطيكمش نتيجه. هنا قلت لكم كل 2 دقائق نجي نطلع عليها نغطيوها هكذا شوي ونجيو نقلبوا. شوفوا هنا كيف طابت لنا تماما. هنا في المرحله هذه عندي 3 رؤوس من الفلفل. شوفوا انا درت الحار
الحار هذا الاخضر اللي راهو في الموسمي هذا ماهوش يعني حار بزاف وبنين بزاف، ومن الخضار الموسميه. يعني شوف كيف دات اللون الذهبي، شو راهي تقلت وهي مازالت كما نقولوا تتغزغز لداخل، مازالت نيه، لكن نعطيوها يعني مهله من تحت تطيب اللي من تحت، تدي القشره هذيك الذهبيه ونحركوها. نجيو هنا كي لقيتها يعني دات كامل القشره الذهبيه، وصو عندي 3 رؤوس من الفلفل الحار هذا. شتو كي نحطوه طول يمدلنا واحد الكو، هذيك دوك البطاطا تمتص هذاك الكو الحار تاع الحار اللي يطلقوا. او ميم طون الحار راح يطلق الماء، البطاطا راح تزيد تطيب لنا في هذاك الماء تاع الفلفل، نصيب يعني من الطياب. نحركه كامل هكذا باه تمام الفلفل هذاك يتلبس بهذاك الزيت. هنا في المرحله هذه كما راكم تشوفوا نجيو نديروا لها الملح له باه نعاونوا الفلفل باه يطلق لنا الماء. او ميم طون البطاطا راح تولي تطيب لنا داخلين، راح تخرج لنا هذاك الماء اللي راه محبوس داخلها، وتبدا طيب داخلين من برا راهي طايبه كما نقولوا حنا قليناها. هنا رشه من هذا الفلفل الذهبي، هذا الفلفل دريس راهو صحي بزاف بزاف، راهو مليح بزاف للدم يعني والجريان، ومليح لي زانفيكسيون، يعني ملي ما عندوش عرض يعني في المعده نتاعو يستعملوا ويبعدوا على الهريسه فيها المواد المصنعه والمواد الحافظه راهي تضر بزاف بالمعده. هذا راهو طبيعي يعني خلق ربي هكذا، في خاصة يبسلنا في فصل الصيف يعني، وتستحفظيه في العام كامل. ما نروحوش بعيد، درت رشة من هذا الفلفل الدريس، ودرت رشة من فلفل أسود، ودرت نصف ملعقة من توابل الدجاج وتوابل الشاورما. هذا واش راح ندير في هذه الوصفة، تسمعها خليها بيضاء، نقصلها للغاز دوك وخليتها طيب. نجيب للمرحله الثانيه، عندي هنا كاس من الحليب، 2 بطاط ياغورت طبيعي، و2 مغارف من الفرماج السائل هذا، اي نوع من الفرماج تحبوا، حتى الامير هذاك تاع الباطا هذاك اللي عنده الشيف يحط واحد، اللي عنده تاع المثلثات يحط، اللي عنده تاع البدون يحط. هنا هذا هو السر تاع البنه تاع، واللي راح يعني يزيد يطيبها لنا وتم الطيبه تاعها، وتجي يعني تتشرب هذا الخليط الرائع من متكون من الحليب ومن الياغورت الطبيعي ومن الفرماج. يعني هنا اللي ما عندهاش الحليب وتوفرت لها لا كريمفيش، نقولها ديري لا كريمفيش راح تجيك يعني اكثر بنه، صدقوني راح تطيب من داخل، تجي بنينه، تجي روعه في البنه نتاعها. يعني قلت لكم ما نديروها في الليل تاكلوها اخر ساعه، ما كمش حين يعني تنضروا بها، لانها تجي بيري وخير من بيري، تقعد حكمه روحها. لا دجاج للحم، اقتصاديه، غير في المقله، سهله، عندها وقت يعني باه تطيب، مش كي نقول لكم سهله يعني تحرك وحط في الطبسيله، عندها مده تاعها يعني باه تطيب في المقله نتاعها، تدي وقت واحد 20 دقيقه ولا حتى نص ساعه، باسكو راح تطيب غير في قليل من السوائل والفار هذاك اللي يخرج منها، وراح تقعد حبات مفصوله على بعضها. اللي يحب هنا يزيد لها البيض يزيد لها على روحه، اللي يحب يعني البيض تقدروا تكسروا بيضات تحطوه من فوق، هاد روعه. هزيت قليل من الفرماج كما كنتوا تشوفوه، حطيته من فوق وزعته هكذاك باه نزيدوا بنه على بنه، يعني نعرفوا الفرماج هو والحليب نفس الماده يعني، ومع البطاطا يكونوا بنان ياسر. نحلوا هذاك الياغورت يعني بالملعقه هكذا برك، من بعد يذوب وحده، ونحاولوا نحلوا الفرماج في الحليب. والمره الاولى نكبوا القليل، كي نكبوا نصف الكميه رايحين نحركوها على البطاطا كامل في المقله، يعني نحاولوا هذيك البطاطا كامله نشلوها بهذا الحليب هذا الممزوج مع الياغورت والفرماج، ومن بعد نوليو نستفوها مليح، ونحطوا الكميه الباقيه من الحليب، الخلطه تاع الحليب هذاك نغطيو عليها ساعه نجيو نطلو برك. ما نقول نعطي بالفرشيطه هكذا، كي تلقاي الحبه تاعك طابت يعني. هنايا شوفوا، هنا ضفت لها قبل ما نضيف الخليط ضفت لها ملعقه من الفارينه، راح نخلط هذيك الفارينه كامل، ومن بعد نكب القليل من هذاك السائل باه نديروا نخلط كما نقولوا حنا نذوبوا هذيك الفارينه
كما راكم تشوفوا هنا كنت ندري يعني الكاميرا راهي كانت تصور ويا كانت حكمت لي النص برك نكب القليل دنقو هنايا القليل هكذا، نحاول نخلط البطاطا هذيك مع هذيك الفرينه، باسكو ديك الفرينه هي اللي راح تغلف لي حبه البطاطا وما تخليهاش تلتصق بوقتها، او ميم طون تعطينا هذيك التعسل والبريق هذاك اللي نلقاوه فيها. شوفوا هنا نخلطوا كامل مع بعضها دنقو، نخلطوا البطاطا اللي راهي في المقله مليح، نخلطوا هذيك ونكبوا كسات نصبطوها ونكبوا المزيج المتبقي نغطيو عليها وندير لها رشه من الفرماج، اي فرماج عندكم تاع المبشور اي نوع عندكم. شوفوا نقول لكم اي نوع عندكم، مش كي نجيو نحبوا نديروا وصفه بسيطه لازم نعقدوها ونديروا لها اي نوع راهو مخدوم بالحليب، نرشوه من الفوق ونغطيو عليها مده يعني قلت لكم خليوها ربع ساعه بربع وتهزي بالفرشيطه باش تلقاي الحبه ذابت بين يديك، سكري عليها خليها يذهب اللفانه تاعها هذاك، تولي تزيد تم في الطياب تاعها وتطلق بنتها، ومن بعد نشوفوا هاي هنا انا غطيت عليها. شوفوا كيف لقيتها يعني امتصت تقريبا، وهنا مزيد شويه خفيفه، دوك نعاود نغطي عليها وبعد نشوفوها في صحن التقديم. يعني رايحه تجي واحد البطاطا من اروع ما يكون لعشاق البطاطا. كاين اللي يحبوا البطاطا هكذا وكاين اللي ما يشتهيش مقليه، نقول لهم هذا الوصفه خبيوها في عينيكم رايحين تعمدوها يعني وديروها مرارا وتكرارا ورايحه كل مره. يعني نشوفوا هنا كي دخلها طيب كيما نقولوا حنا 90%. درت الفرماج وغطيت عليها دوك لو طون اللي يذوب لي الفرماج باك ونعاود نحطها. وهنا ذاب لي غطيت عليها ذاب الفرماج. شوفوا النار من تحت دوك نلقاها حمراء طابت كيما نقولوا حنا، ومن فوق ها ذاب لها الفرماج والحبات تاعها كيما راكم تشوفوا طابوا. الزبده دوك هنا كي نحيوها ما نروحوش نقسموها، غطي عليها نسكر عليها الكاس، غطي عليها بواحد 10 دقائق. هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول لك يعني ما تاكلوش الماكله غطيو عليها حتى يذهب البخار نتاعها وتنزل عليها البركه. صدقوني البركه اهم شيء في الاكلات هذه. دائما بسم الله قبل ما نبداو، اللهم بارك لنا فيما رزقنا وزدنا خيرا منه. كنخلصوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الاولى راح توفر لك الارزاق وتوسع لك في الرزق، الثانيه رايحه والدعاء الثاني راح يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. شوفوا كي تبرد ولي تتماسك في بعضها كي اومليت ما فيها لا بيض لا والو من غير المكونات. يعني درنا كيما ضفنا لها المره ملعقه الفرينه هذيك هي اللي تخليها لنا تلصق في بعضها هكا، وتقدروا تستغنيوا عليها. يعني عندها يعني ايفي كما نقولوا حنا في الوصفه هذه، تخليها تلتصق ومعسله وتجي الحبه معسله تهبل وميم طون. شوفوا ما تنشف لكمش مع العشوه، ما دير هذوك غدا تخليها للعشاء تاكلها، ديرها للعشاء تخليها الغدا صدقوني تقعد هي مع طبعا دائما سلطه موسميه. شوفوا هنا قربتها لكم دنقوا حبيتها كيف راهم مفصولين. شوفوا من تحت كيف حمارت تهبل تجي بنينه روعه، وشوفوا كيف راهي ذايبه ذوبان يعني طيبه 100%. روعه روعه روعه، وصفه من اروع ما يكون. دائما نقول لكم نرحب بالمشتركات اللي عم يدخلوا لي من الانستا ومن تيك توك، نقول لكم اهلا وسهلا بكم في قناتي، مرحبا بكم. الضغط على زر الجرس باش اي وصفه نديرها لكم توصل لكم، واللي راهم يطلوا برك ويخرجوا نقول لكم الجام في بلاصتكم، بارطاج وابوني للقناه باكم راحين تخسروا والو كونطرير راحين تستفادوا، وكل وصفه نديرها لكم راح توصلكم. لاش ما ديروهاش دوك ملي تقعد مخزنه عندكم، ديروها في وقت وتتفرجوها في وقت لاحق باذن الله تعودوا محتاجينها. الوصفه هذه يعني مليحه اخر الاسبوع، مليحه للي عنده، مليحه للي ما عندوش، مليحه للصحيح، مليحه للمريض. وصفه يعني اقتصاديه 100%، بنينه 100%، سهله 100%، يعني نتيجتها مضمونه. واللي راكم معايا نقول لكم جيم للفيديو وبارطاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر وأخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله تعالى وبركاته.